ورجعنا تاني عشان نفتح الباب ونكمل حكاية من حكاياتنا، حكاية ورا كل باب. بيت العيلة، بيت العيلة ويا جمال لمته والدفى والأمان والحنان اللي موجودين فيه. بيت العيلة اللي لامم أكتر من عيلة، لامم عمتي الاتنين ولامم عمي ولامم جدي ولامم تيتا ولامم شقتنا. أنا أكبر إخواتي البنات الأربعة، ومعايا أخ صغير عنده 16 سنة. أنا زي ما قلت لكم أكبر إخواتي 23 سنة، وكلنا ورا بعض ما شاء الله. كأن الله يرحمها أمي كانت عارفة إنها هتموت على طول، فجابتنا ورا بعض وتوفت وهي بتخلف أخويا الصغير. والدي حبا فيها واحتراما لذكراها وخوفا علينا من كلمة مرات الأب رفض كل عروض الزواج اللي جات له وقال أنا هربي ولادي. لكن حق ربنا بقى مش هو اللي ربانا لوحده، بيت العيلة هو اللي ربانا. عماتي عمرهم ما حسسونا إن الأم مش موجودة. حضن دافي، بيت منظفينه، شغل شايلينه، حنية تلاقي، شدة تلاقي، تعليم تلاقي، حزم تلاقي، ضحك تلاقي. قول كده من هنا ل100 سنة قدام كل الأم بتعمله وزيادة عماتي الاتنين كانوا عاملينه. محسسوش والدي بأن البيت محتاج ست، إلا هو كان محتاج ست ليه هو، لكن رفض، فضل عايش على ذكراها. والدنيا مشيت وبقينا كلنا بيت واحد، مفيش شقة بابها بيتقفل إلا نص الليل، أما آخر واحد يدخل ويقول يا نوم ويتأكد إن الكل نام. لكن غير كده البيت مفتوح على بعضه. كان بيلم لعبنا وضحكنا فوق في الروف، أوضة جدي كان عاملها للعب واللعب والقعدة، ويحط يشوينا ويحط يحكينا. كنا نطلع كلنا نقعد في الأوضة دي نلعب فيها ونتخانق ونضرب بعض ونصالح بعض وناكل مع بعض، ومحدش عارف مين أخو مين ولا مين أخت مين. عمتي دي عندها ولد وبنتين، وعمتي التانية عندها ولدين. ومشيت الحياة بينا لحد ما كبرنا، وبرضه بقينا نتقابل كلنا في الأوضة دي ونحكي ونشكي ونتكلم. أنا تعليمي كان متوسط، يعني أصل أنا ما كنتش عبقرية في المذاكرة وغاوية قعدة التلفزيون. مش هقول لكم شغل البيت، ما أنا قلت لكم عمته ما كانتش بتخليني أعمل حاجة. والدلع كان ماسكنا شويتين أنا وإخواتي، أولنا وآخرنا نعمل كوباية شاي لبابا، فنجان قهوة، وهكذا. وكبرنا على كده، والأوضة اللي فوق بتاعة اللعب اللي لمانا لسه لمانا، ونقعد نحكي فيها. قعدت أنا وابن عمتي دي حكينا، قعدت أنا وابن عمتي دي رغينا، قعدت أنا وابن عمتي دي حبينا. واحد من ولاد عماتي اللي هم أخين حبيته فجأة في نص دقيقة كده، واحنا بنتكلم وقاعدين في أوضة اللعب. لعبنا لعبة روميو وجولييت. العيون اتكلمت والقلوب دقت والإيدين حنت، يعني والحكاية رقت. فهمتوا؟ فهمتوا. مرة في مرة نفس المشاعر والأحاسيس، بقينا نختلف بعضينا عشان نتبادل المشاعر والأحاسيس. وأولنا وآخرنا مسكة الإيد، لحد ما جه يوم وقال لي على خبر قلب الدنيا كلها. أنا مسافر. ليه حبيب العمر؟ أنا مسافر أكون نفسي. أنا هنا مش هعرف أعمل حاجة،
لا هعرف اتجوزك ولا اتجوز غيرك ولا افتح بيت. انا بخرج في وسط اصحابي بمصروف من جيب ابويا وامي. انا عايز يبقى لي قرش مستقل. طيب انا هعمل ايه في غيابك؟ هتستنيني؟ انا مسافر بعقد هيقعد 2 سنين. استنيني 2 سنين. طب ولو جالي عريس هنعمل ايه؟ ما انا برضو ما اقدرش اتقدم لك دلوقتي. اكيد هترفض. ابويا وامي اصلا هيرفضوا وهيتعاملوا على انهم ابوك وامك، وهيرفضوا عريس لا وراه ولا قدامه. انا مملوكش الا قلبي اللي بيميل ليكي. عيطت وطبطب عليا، خدني في حضنه. اصل العياط زاد فالحضن زاد، والشوق ولع في الدور، وحصل اللي حصل في لمح البصر. حسناش بنفسينا غير الشيطان بيقول لنا باي باي. عملت اللي عليا وكفيت ووفيت. بكيت وبكى ونزلت. قمت من اوضه اللعب بعد ما لعبنا اكبر لعبه في حياتنا، لعبه العروسه والعريس. بقينا نخاف نبص في عيون بعض، رافضين نتكلم مع بعض، لحد ما جه قبل سفر بيومين بالظبط ودخل عندنا زي ما بيدخل عادي، ولقاني قاعدة لوحدي واتكلم معايا. انا مش هسيبك ومش هتخلى عنك، وعشان تتأكدي انا هنزل وانزلي ورايا. هنعمل خطوة تأكد لك كل حاجة. خطوة ايه؟ لما تيجي هقولك. ونزلت وكان هو سبقها وقابلها. كان عادي انهم يخرجوا مع بعض من البيت، لانهم ياما خرجوا مع بعض، نزلوا اشتروا طلبات، راحوا مشاوير، يعني يتفسحوا. هم اخوات في نظر الكل، اخوات. واتقابلوا خدها فين؟ لمكتب محامي، و2 من اصدقائه هناك، وحطها امام الامر الواقع. لكن ما كانش قدامها خيار انها ترفض او تقبل. لازم تقبل عشان يكتب عليها عرفي ويأكد لها انه مش هيتخلى عنها. وخدي يا ستي ورقة جوازك اللي تثبت انك زوجتي. وفرح، لكن فرحة مدارية محوطينها ب4 حيطان، فرحة ما يعلمش بيها غير 3 أفراد، المحامي والشهود. وتفسحوا شوية ورجعت البيت وهي مطمنة انها بقت ليه ومش لحد غيره، وهو صبح سافر وهو مطمن انها ليه ومش لغيره. وفضلوا على اتصال 1 شهر و2 و3 و10، وعند الشهر 11 باباها نده لها، قال لها تعالي يا مبختة. خير يا بابا؟ تعالي يا مرزقة. خير يا بابا؟ جايلك عريسين في وقت واحد. يا قلبي القلب هيقف، بس مش من الفرحة، من الخوف. سكتت وتنحت. قال لها طب اسألي مين اللي هتبقى حماتك؟ انا اقولك اختاري حما من ال2، عمتك دي او عمتك دي. اصل عمتك ال2 بيتخانقوا عليكي وولادهم برضو عايزينك. طيب خليني في عمتي ام جوزي اصلا. لا انا اخترت عمتي دي. وهي فاكرة ان عمتها مختاراها لجوزها ده لانه الكبير. طبيعي لما تختار للكبير. اللي مسافر بره بيكون نفسه، مش اللي لسه في اخر سنة بيدرس. فارتحت وقلت له انا اخترت عمتي دي. طيب مبروك عليك يا حماتي. وفرحت. ويا دوبك لسه هبعت رسالة لجوزي اللي هو ابن عمتي، لقيت عمتي داخلة تبوس وتحضن وتطبطب وتقول لي مش ناقص لنا بقى غير ان اخوه ينزل يحضر معاه فرحته. اخو مين ويحضر مع مين وفرحة مين؟ ده عمتي طلباني لابنها التاني مش لابنها اللي مسافر. رديته ما اتكسفتش، قلت حد يجوز الصغير قبل الكبير؟ تخيلوا الرد كان ايه؟ يا حبيبتي الكبير ده بقى
انسيه خالص. ده واحد اتجوز على اتدور على أجنبية واتجوزها وعايش مبسوط، وشكله كده مش راجع لنا تاني. أنا لسه عارفة الكلام ده من يومين. الدنيا لفت بيا، مبقتش عارفة أقول إيه. ده لسه مكلمني وما قاليش حاجة. عمتي اللي بتكذب ولا هو اللي بيكذب؟ أنا مش عارفة أقبل أخوه وأتجوزه وأنا مراته، ولا أقبل ابن عمتي التانية وأتجوز ابن خالته، ده أنا مراته. طب هعمل إيه وهتصرف إزاي؟ ويا ترى عمتي بتقول كده من نفسها ولا فعلا متجوز ومداري عليا؟ وهو ده اللي هنعرفه لما نسيب الباب مفتوح عشان نكمل حكايتنا، حكاية ورا كل باب. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من حكاياتنا